السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين مسلسل القضاء. وقتي هنقدم أحداث حلقة جديدة. الحلقة بتبتدي وشنار بيكون عايز يحكي لأولجاز أخوه إن هو بريء وإن هو ما كانش يقصد إنه يقتله. وقتها طبعا أولجاز بينهار عليه وبيقول له ليه ما حكيتش ليا في ال3 شهور اللي فاتوا، وكنت دايما ببقى عايز أسمعك وأشوف إيه اللي بيحصل، لكن أنت كنت بتلومني وكنت بتحس فعلا إن أنا كنت باجي عليك. وبيضرب شنار وبينهار عليه جدا لأن أولجاز بتكون حياته اتدمرت. كمان بيكون بيسلم أخوه وأبوه للشرطة. أولجاز فعلا بيأمر إيران إن هو يحط الأصفاد في إيد شنار وخلاص بيكون هيلقي القبض عليه، وزي اي متهم شنار بيكون منهار والكل بيكون فعلا اتدمر. في الوقت ده جيلين بتكون بره وياكتا بيكون بيتفرج عليها ومبسوط جدا. ووقتها النائب بارز بيروح جنب جيلين وبيحاول يتكلم معاها، بيبقى عايز يحكي لها ان الجاز ما كانش عارف اي حاجه وان هما فعلا مش متهمين وان الجريمه هما لسه عارفينها قريب. وبيقول لها ان احنا كنا هنحكي لك كل شيء، لكن كل اللي كنا عايزينه ان متين يسلم نفسه وان الشرطه ما تاخدوش. لكن طبعا جيلين مش بتصدقه وبتبكي جيلين وبتقول له طب ليه الجاز طالما عارف بيكذب عليا وهو بيبص جوه عيني ما حكاليش الحقيقه من وقت ما عرف؟ بيقول لها صدقيني احنا لسه عارفين امبارح. ووقتها يقطع بيبص ليهم وبيقول قد ايه الصوره دي جميله وقد ايه اللوحه دي اللي كنت مستني اشوفها، انهيار زواج وانهيار صداقه. ووقتها كل شيء بيتدمر والبنت اللي كانت وثقت فيهم خلاص بتنهيهم كلهم من حياتها. وعلى طول بتوصل عربية الشرطة وبيجوا. ووقتها طبعا متين بيكون جه بينزل وجيلين أول ما بتشوفه بتقرب منه وبتقول له ليه عملت فيا كده؟ كنت بعتبرك بابا وقلت لك رغم إن أبويا مش موجود لكن أنت خلاص بقيت موجود في حياتي. إزاي كنت بتبص ليا وبتاكل وعايش ومبسوط وأنت اللي قاتل بابا؟ متين بيكون مش بيتكلم ولا بيرد لأنه بالفعل مصدوم من اللي حصل وما كانش حابب أبدا إن هو يداري الجريمة، لكن كان بيحمي ابنه. جيلين مش بتكون متقبلاهم خلاص في حياتها وبترفض حتى انها تتكلم مع الجاز. بتفضل جيلين تقول له خلتني حتى ما اشوفش بابا ولا كمان المس ايده لاخر مره. وياكتا بيكون بيبص ليهم وبرده مبسوط جدا من المنظر اللي هو شايفه، وبيكون ده اخر تدبير للي هو عمله علشان خاطر ينهي على جيلين ويدمر حياتها. بياخدوا خلاص متين وبيحطوه في عربيه الشرطه هو وشنار، وبالفعل بيبداوا يتحركوا وجيلين بتركب في عربيه الشرطه. الجاز بيحاول يقرب لها ويتكلم معاها لكن هي بترفض. ووقتها ياكتا بيطلب من جنيد ان هو ياخد شويه صور من اللي اتصوروا دول لكن بيكونوا ممتعين. ووقتها جنيد بيكون ظاهر عليه قد ايه هو زعلان جدا للي بيحصل ومش حابه ابدا. وبعد كده بيظهر متين وشنار وهم بيكونوا في عربيه الشرطه، ولكن طبعا متين بيكون حالته سيئه بيكون تعبان جدا حتى مش قادر ياخد نفسه. الوقت ده شنار بيحاول يتكلم معاه وينادي ويقول يا بابا لكن متين بيمنعه، مش بيكون عايز اي مساعده من اي حد. في الوقت ده النائبة داريا بيجي لها خبر من رئيس النواب ان متين وشنار هما اللي كانوا قاتلين والد جيلين. النائبة داريا بتكون مستغربة وبتقول كنت عارفة ان في حاجة سرية بتدور لكن ما كنتش متخيلة للدرجة دي، وبتستغرب جدا من اللي بيحصل حواليها. كمان في نفس الوقت بيجي رضوان وبيعرفهم خبر ان القاضي كمال مات، لكن طبعا مش معروف يا ترى موت طبيعي ولا مقتول. وفي الوقت ده بيكون متين وشنار وصلوا فعلا خلاص لمخفر الشرطة. وبعد كده بيظهر الشاب أوجوست بعد ما راقب شنار وهو اللي دله عن مكانه، وبيظهر ياكتا وهو داخل وبيكون مبسوط جدا منه ومن اللي عمله. في الوقت ده طبعا أوجوست بيقول له لكن حصل حاجة لازم احكيها لك، وبيعرفه ان هو انضرب من الجاز علشان كان عايز يعترف مين اللي بعته علشان يراقبه. وطبعا ياكتا بيكون خايف لا يقول هو مين اللي بعته، لكن الشاب ده بيفهم ياكتا انه ما جابش سيرته باي حاجة وقال له ان انا بس ما اعرفش غير سردار. وياكتا في الوقت ده من كتر ما هو مبسوط من الشاب وان هو وقف جنبه وكمان ساعده وقال له ان انت هتشتغل معايا هنا، وبيعرفه ان هو هيأمن له مستقبله. في الوقت ده بيجي شاب من الشرطة وبيعرفهم ان القاضي كمال مات. بيكون جاي يعرف مدير الامن متين لكن بيقول له خلاص انا ما بقتش مديرك، وبيفهموه ان هو يروح لمدير جديد. ولكن بالفعل بيكونوا كلهم منصدمين من موت القاضي كمال. وقتها رئيس النواب بيعرض على الجاز ان هو مش هيكون فاضي للملف ده وكمان دماغه هتكون مشوشه، لكن الجاز بيقول له ان انا قد القضيه وان انا همسكها. ووقتها طبعا بارز بيقول له ده بيكلمك علشان يديك معنويات اكتر ويعمل انه بيساندك. والجاز بيقول له ده هو اللي انا كنت مستنيه لان طبعا دايما بتحصل مجاملات في المواقف دي. ووقتها بارز بيحس فعلا ان الجاز بيزودها في كلامه وكمان متدلل كتير وكمان بيتمرد على اي حد. ووقتها رئيس النواب بيتصل على النائبه داريا وبيفهمها انها لازم تكون في الملف موت كمال مع الجاز، وبيقول لها لازم تروحي دلوقتي لمخفر الشرطه وتكوني جنب الجاز علشان تطلعي على الملف
يخاف ويمكن يحتاج شيء. والنائبة داريا وكده بتروح عند الجاز وعند بارز، وبعد كده ايرون بيروح لجيلين وبيعرفها رقم الأوضة اللي هياخدوا فيها الإفادات من شينار ومتين علشان تقف وتسمعهم لأن ليها الحق في كده. وبالفعل بيتم الإفادة مع شينار، ووقتها بارز وإيران بيكونوا معاه والجاز بيكون واقف بره، ووقتها كمان جيلين بتيجي بيكونوا مشغلين الصوت علشان خاطر جيلين تسمع وهي خارج الغرفة، وبتسمع فعلا اعترافات شينار بكل حاجة، وبيحكي لهم شينار كل شيء من البداية من يوم ما طلع من السجن، وبيقول لهم ان ظافر كان مراقبني وكان معتقد فعلا ومتأكد ان انا اللي قتلت انجي، وكان دايما بيهددني وقال لي ان انت خرجت بواسطة من اخوك وابوك. كمان بيحكي لهم ان هو اخده عند قبر انجي وقال له اسجد ليها وقول لها لازم تاخدي روحي زي ما اخدت روحك. طبعا شينار بيكون بيصرخ بكل قوته وهو بيقول له ان انا ما قتلتهاش. برضه شينار بيحكي ده كله وهو بيعرفهم ان هو كان هيقتله وعلشان كده هو تم قتله. كمان فهمهم ان هو قدر يهرب منه لكن هو لحقه عند العربيه. كمان هدده بالسلاح وقال له لو نزلت باباك هيجي ياخد جثتك من هنا، وعلشان كده شينار كان خايف وكان ساكت ومش قادر يتكلم. وشينار بيكمل كلامه وهو بيقول اخدني للمبنى اللي اتقتل فيه وكان فعلا هيقتلني، وبدأنا نتخانق والسلاح كان بيني وبينه، وفي لحظة شجرنا وقتها سمعت طلقة الرصاص. كمان شينار بيكون من كتر خوفه وهلعه وافتكر ان الرصاصة اصابته هو، وبيحكي لهم ان هو بعدها فقد وعيه وما حسش باي شيء. وبيقول لما قمت بالليل وفقت لقيت ان ظافر مرمي جنبي، كمان لقيته ميت وانا اللي فعلا مش مصاب. وفي الوقت ده ان هو خاف وفعلا خرج وسابه. ووقتها بيأكد شينار ان هو اطلق رصاصة واحدة وان ما كانتش رصاصتين، وبرضه بيسأله السؤال ده اكتر من مرة وشينار بيقول له هي رصاصة واحدة. وجيلين في الوقت ده بتحس بالخنقة ومش قادرة تاخد نفسها من كتر ما بتسمع افادتها عن قتل باباها. وفي الوقت ده بتخرج وعلى طول الجاز بيخرج وراها بيحاول يتكلم معاها لكن هي مش بتبص ليه، بيسيب ليها المية وعلى طول بيروح. وبيكونوا بيحضروا متين علشان ياخدوا افادته هو كمان، لكن بارز هو وايران بيقولوا ان شينار بيقول ان هي طلقة واحدة اللي سمعتها، وفي طبعا بيقولوا ان الجثة كانت مضروبة برصاصتين، يعني بيشكوا ان كان في شخص ثالث وقت الجريمة او في الوقت اللي كان فيه شينار فاقد وعيه. وبعديها بتظهر النائبة داريا وهي بتكون جات، ووقتها بتفهم الجاز ان هي هتمسك معاه ملف القاضي كمال، وبتقول له انا هنا جنبك لو احتجت اي شيء. بيظهر متين بعد كده وهو النائب بارز بياخد افادته. بتوصل جيلين علشان تسمع برضو الافادة من متين عمل ايه في باباها. بيفضل متين يحكي كل حاجة من وقت شينار ابنه معرفه ان الجثة هناك، وبيحكي ان هو راح علشان خاطر يحرقها وعلشان ياخدها يدفنها. بيفضل متين يذكر اسم ظفر بالجثة لكن جيلين مش بتقبل وبتقول ما تخليهوش ينادي بابا باسم الجثة ده، وبتكون منهارة. بتفضل تخبط لهم على الباب وبتقول له ما تخليهوش ينادي بابا باسم الجثة، والجاز بيدخل لهم وبيطلب منهم انهم ينادوا اسم المقتول باسمه. وفي الوقت ده بيفضل يحكي متين عن الوقت اللي اخد فيه الجثة علشان يدفنها، وبيحكي لهم في الوقت نفسه ان شينار الغرز اتفتحت منه وكمان كان بينزف كتير واضطر ان هو ياخده للمستشفى. في الوقت نفسه جيلين بتفتكر لما كانت معاهم في نفس اليوم واخدت شينار معاهم علشان تنقذ حياته، وكان شينار على كتف جيلين مع انه قتل باباها وهي ما تعرفش. وفي الوقت ده كانت جثة ظفر في قلب العربية اللي هم كانوا موجودين فيها. جيلين بتنهار وبتقول اللي قاتل بابا كان على رجليا وكمان كنت عاوزة اوصله للمستشفى علشان انقذ حياته. بتكون فعلا حاسة انها قصرت في حق موت باباها. بيفضل بارز يسأل متين يا ترى كام رصاصة كانت في الجثة، ومتين بيقول له انا ما اخدتش بالي لكن الدم كان مغطي منطقة الصدر بالبطن. بارز بيكون مصمم ان هي رصاصة واحدة لكن التانية دي جت منين. ووقتها متين بيقول لهم ان انا اصلا ما دفنتش الجثة لكن انا كانت في العربية وكنت هروح بيها، لكن اتفاجئت لما وصلت عند المكان اللي هدفنه فيه ما لقيتش الجثة في العربية. يعني بيقول لهم ان الجثة اتسرقت منه، وكده بيشكوا اكتر ان في طرف ثالث في الموضوع لكن مش عارفين من هو. في الوقت ده الجاز بيحس بشك كبير وبيسأل جيلين من اللي اخدها المكان الجريمة. في الوقت ده جيلين بترفض انها تتكلم، وبيكون بارز وايران مع متين وبيفهموا ان اكيد مردان ليه يد في هروب شينار. ووقتها متين بيرفض طبعا يحكي اي حاجة وما بيقولش حاجة عن باباه ابدا غير ان هو كان عايز يهرب شينار وبس. في الوقت ده جيلين بتكون بره وبتشوف ايران وبتقول له عايزة تقابل مع شينار، مش بيرد عليها لانه ما يقدرش يعمل كده. بيروح لبارز ووقتها بتقول له برضو انا عايزة اقابل شينار وده من حقي. بارز بيقول لها طبعا ده ممنوع انك تقابليه. على طول جيلين بتروح للجاز وبتطلب منه انها لازم تتقابل مع شينار، وبتكون عايزة تواجهه وتعرفه ان هي هتخليه يتألم كتير
جيلين فعلا بتدخل لشنور وبتبدأ تتكلم معاه وبتقول له انت ليه عملت كده، مع ان انا كنت محاميتك بالرغم ان بابا طردني بسببك لان كنت بدافع عنك وقت موت اختي ووثقت فيك، وعلشان كده انت خليتني اتألم. وبتتوعد له ان هي هتكون محاميته وكمان مش هتخليه يشوف عيون الشمس، ومن النهارده هو هياخد كل جزائه على كل حاجة هو عملها. نور في الوقت ده بيحاول يحكي لها وبيقول لها ان هو كان هيقتلني. جيلين بالفعل بترفض انها تسمع شنور، لكن بتتوعد له ان هو هيفضل طول حياته في السجن، وبتقول له لو لزم الامر يا شنور انا هقتل كل المشاعر الجميله اللي جوه قلبي علشان خاطر اخليك تتحاكم باشد الحكم. وبيكون شنور منهار جدا وعايز يحكي لها انه بريء لان باباها كان هيقتله. وبعديها بيكون بارز مع ايران، ووقتها بيكونوا شاكين ان في شخص ثالث في الجريمه، وبيقولوا ان هو لازم يتعرف، وكمان عايزين يعرفوا مين اللي ضرب الرصاصه الثانيه، ويا ترى هيعرفوا ان يقطع هو اللي وصل شنور لمكان الجريمه ولا لا، وهيعرفوا ان سردار هو اللي دفن الجثه ولا لسه. وده اللي هنعرفه في الاحداث الجديده.